السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت عن تصور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي القراميط، ناس كتير جدا عندها مشكله مع القراميط. هما نوعين، نوع نيلي ونوع مش نيلي، وهقول لكم دلوقتي هوريكم ازاي النيلي. بصوا بقى مستوي ازاي، وريحة الكرفس فيه والصلصة، لا دي صينية تانية خالص بطعم تاني خالص، سهلة وبسيطة. ويعني هو الكيلو تقريبا ب60 جنيه. بسم الله ونبتدي. شوفوا يا جماعة، القراميط النيلي بيبقى شكله كالآتي. اولا السواد بتاعه مش سواد ليل، لا ده سواد مدي على رمادي اهو، شايفين واخدين بالكم من فرق اللون، مش سواد اسود كده. التاني بيبقى اسود فحم معروف. وهوريكم البطن بتاعته دلوقتي. بصوا من عند الحتة دي، بصوا شايفين هي من دي من عند بقه، شايفين فاتحة ازاي. يا اما بتجيبوه متقطع ومسلوخ، يا اما تجيبوه متقطع كده اهو يعني هو مع السوا دي هتتشال. بس لو عايزين يعني نصيحتي الافضل ان انتوا تسلخوه، هو الافضل ان هو يتسلخ. بننضفه بقى ازاي؟ بنجيب ملح ودقيق وميه وخل ونعملها زي عجينه كده ونحطها فيه ونسيبه على ما هو يقعد في العجينه دي شويه. بجيب انا بقى هنا اهو صينيه بتاعتي وابتدي اشوح فيها الحاجات اللي هعملها. هجيب بصلايه متقطعه مكعبات، واجيب جزرايه متقطعه مكعبات او مبشوره، وفصين 3 4 5 6 توم زي ما انتم عايزين. وكمان هننزل بقى ايه بالتوابل بتاعتنا اللي احنا هنقولها. القطعه هخليها اخر حاجه اللي انا مقطعاها دي. نزلنا هنا بمعلقه كبيره، معلقه صغيره من الملح، ونزلنا عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود، ونزلنا كمان بنص معلقه من الكمون، وزيها كزبره، ورشه من الجنزبيل، ورشه من القرفه، ولو عندكم قرنفل، وكمان لو عندكم مستردة فمعلقتين كده كبار محترمين نحطها عليها. والكرفس بتاعنا، الكرفس يا جماعه هو يعني السمك كرفس، فحطوا كرفس زي ما انتم عايزين او كزبره. بعد كده شوحناهم كويس مع بعض، ونزلت بالقطه متقطعه مكعبات، شوحناها كويس جدا مع بعض. اول ما الروايح دي بقى ابتدت تطلع كده واللون ابتدى ايه بياخد اللون بتاعه كده الخفيف، على طول اروح نازله بالسمك بتاعي. بننزل بالسمك وعليه نص لتر عصير طماطم متصفيه. وبعد كده بنزل عليها بمعلقه صغيره من اللي هي الصلصه بتاعه البرطمانات تعزيزا للون، مش اكتر من كده. عايزين كده بعد كده تنقلوها في الفرن وتحطوه على الرف الاولاني وتشغلوا عليه الفرن، هياخد معاكم حوالي بتاع نص ساعه. او ان هو على البوتاجاز زي ما انا هعمل كده، انا عن نفسي هعمله على البوتاجاز. اول ما غلي غطيته بالغطا بتاع الصينيه او ورق فويل وفيها زبده، واحكمها كويس جدا، واخلي النار اعلى من تسويه الرز بالظبط. مش هيكمل معاكم تلت ساعه وهيطلع. بصوا ده يبدوب ازاي. خلاص انا حط فيه ورحت على طول رشه الكرفس، لان انا بعشق الكرفس عشق بصراحه في السمك. شايفين دايب ازاي، سهل وبسيط وسلس وما بياخدش مننا وقت وهيعجبكم. وعرفتكم النيلي مش من النيلي، يعني كده احنا عرفنا الفرق عشان نقدر ناكله واحنا مستريحين. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.